ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مطبخ لين. تعالوا النهارده نعمل مع بعض الكبده الاسكندراني ونعمل احلى بطاطس واحلى سلطه طحينه. انا جبت البطاطس بتاعتي قطعتها وحطيتها في حله وحطيت عليها خل وملح، وبالظبط اول ما بدات تبقبق كده رحت قافله عليها ورحت حطاها في المصفى ونزلت عليها بميه ساقعه علشان خاطر اقفل كل حاجه. جيت بقى بالكبده بتاعتي الجباره ورحت مقطعاها لشرايح صغننه جدا جدا، وجبت فلفل عندي كتير. هو الكبده الاسكندرانيه بتحب الفلفل. طبعا حطيت بقى على الكبده، حطيت ملح وكمون وفلفل اسود وتوم، بس ما حطيتش اي حاجه تاني وسبته. جيت بقى رحت نازله بسلطه الطحينه بتاعتي الجباره، حطيت عليها فلفل اسود بس وتوم حسب ما انتوا عايزين وملح بس، وحطيت خل. جيت بقى هنا علشان اصدم الكبده بتاعتي رحت نزلت بحته سمنه ورحت صادمه الكبده بتاعتي. بعد ما تاخد صدمتها نزلت بفلفل اسود رشه بسيطه ومعلقه توم كده حلوه من اللي قلبكم يحبها. نزلت بقى قعدت اقلب. بعد كده رحت نازله بالفلفل بتاعي وقعدت اشوح فيه لحد ما الفلفل دبل معايا كده، ورحت طافيه عليه واتفرجوا بقى. ونزلت بقى انا التركايه اللي انا كنت هنساها، نزلت بالليمون. واصلا قبل ما انزلها برضو على النار كنت حاطه عليها ليمونه، وبعد ما نزلت على النار حطيت عليها ليمونه. بجد كانت تحفه، وسلطه الطحينه كانت تحفتين، والبطاطس كانت مقرمشه قرمشه. ياه، بجد اكله تحفه جدا 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 وسهله جدا. انا الطحينه دي اصلا عاملاها في البيت بيتي، يعني كل ده بيتي 100%. بجد تحفه جدا جدا. لو انتوا وصلتوا لحد هنا اعملوا لي لايكات وكومنتات كتيره كتيره كتيره، واعملوا متابعه للصفحه ودعموني، بجد انا محتاجه دعمكم. وقولوا لي انتوا بتتابعوني من انهي بلد. باي باي.